السلام عليكم، أهلًا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى، هنعمل مع بعض النهارده أكلة عبارة عن صيدلية متكاملة في طبق واحد، ورخيصة جدًا وبشكل بسيط خالص ورائع. هنعمل بقى شوربة عدس ولكن بطريقة صحية جدًا. حضّرت معايا نُص كيلو من العدس غسلته كويس، حطيته في حلة كده على النار، وهابدأ أضيف له بقى بطاطساية كده متقطعة مكعبات، وعبارة عن جزرتين متقطعين برضه، وحوالي 4 بصلات كده صغيرين، وطماطماية، وحوالي 5 فصوص من التوم. بالشكل ده كده علّيت من القيمة الغذائية للعدس، هي طبعًا قيمته الغذائية عالية جدًا، وهاضيف له بقى شوية كده معلقتين من الكمون، ومعلقتين من الشطة، ومعلقتين كزبرة. حطيت الحاجات دي كلها على بعضها كده بالشكل دوّة، هاضيف لهم مَيّة مغلية عشان ما ياخدش معايا وقت في السِوَى. طبعًا العدس دوّة بيحتوي على كميات عالية من البروتين والألياف والحديد والزنك، لذلك هو بيعزّز جهاز المناعة، وهو مصدر جيد للنحاس والمغنيسيوم والحديد والفوسفور. الحاجات دي كلها بتخلّيه مقاوم للخلايا السرطانية والأفضل لمرضى